انت ساعات بتنزل شغل ب3.5 و4000، فاهم قصدي؟ رواتب بتبقى تحت المتوسط. ده اللي هو خالد. طيب يا خالد، هو انت ماشي، انا معاك في اللي انت بتقوله ده. انت الرواتب اللي بيكون اعلى من كده لو احنا التزمنا بيها مفيش حاجه اصلا هتنزل على الجروب. حاجه تانية كمان، انت في ناس مثلا تقول لك ايه، انا هديك ال5000 او هديك ال6000، تيجي تروح له، لا يعني انت لسه هتعمل مين؟ هيقوم واخد منك 1000 جنيه، هيقوم قايل لك على تامين طبي، ممكن ياخد منك كمان 1000 زيهم، هتلاقي مرتبك برضه لسه على 5 أو 4. يبقى انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. وبعدين دلوقتي الشغل معتمد على خبرتك. عايز تمسك فلوس من شغلانه لازم يكون عندك خبره، فدي مشكله. انما انت ما تفكرش مثلا انك هتشتغل، مع احترامي طبعا لاي شغلانه من اي شغلانه من اللي هذكرها، بس مثلا ايه، ما تقوليش ان انت هتشتغل مثلا عامل نظافه، هتشتغل ستيور، هتشتغل ويتر، وعايز تاخد ال6000 او ال7000، اللي هو الحد الادنى. ما فيش صاحب مصلحه هيديهولك، ولا صاحب مطعم هيديك الرقم ده، الا بقى لو براند. تصدق البراند برضو؟ يعني انت عندك الوقت الرواتب في مثلا شركات الكبيره، براندات زي ماكدونالدز، كنتاكي، الحاجات ديت بتديك كام؟ 4.5. 4.5 اللي هو البراند بيدفع لك ال4.5، يقول لك انت مرتبك عندي 6000، ويمضيك على عقد 6000. هتيجي تبص يرسى في الاخر على 4.5، خصم منك شويه تامينات. فدي مشكله. الا بقى لو انت عايز بقى تتعلم تشتغل على النت، ده هيكون افضل ليك يا خالد.